السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة احنا عايزين هاشتاج المفروض نفعله، يعني ننقذ الاهلي. النادي الاهلي في خطر. النادي الاهلي بمنظومته الكبيرة، بمؤسساته، بالقدرة على جلب اللعيبة الكبيرة دي، باعلاناته، باعلان اكبر استاد في افريقيا. خايف يلعب الزمالك عشان عايز حكام اجانب. دي عكس دي، يا بص، دي عكس كل المفاهيم وعكس كل القواعد. يعني احنا كنا نعرف من زمان، من زمان، ايام شهرزاد، ايام الفراعنه، كان لما بيلعب الاهلي مع اي فريق كان الفرق الثانيه هي اللي بتتضرر وبتقول عايزه حكام اجانب عشان احنا خايفين من الاهلي. اما فجاه كده ان الاهلي يطلع يصرح يقول لك انا عايز حكام اجانب مباراه القمه، ده يبقى في حاجه غلط. يبقى ده خارج القواعد. مش الاهلي ده يا جماعه. امال الصفقات اللي جات وبن شرقي والناس اللي جايبها الاهلي دي ازاي؟ يعني انت راجل مصنف في الفتره الاخيره. اللعيبه اللي جبتها كلها دي من اعلى، يعني يعتبر انت جايب اعلى لعيبه في افريقيا. طب ازاي انت عايز تحكيم؟ ازاي؟ مش فاهم يعني. ولا انت ولا الاهلي حس ان بيراميدز ابتدى ياخد منه الدوري، او خلاص الدوري في خطر، او لا، او الدوري ابتدى يبعد عن الاهلي، فاحنا نقول اي حاجه في اي حاجه. يا جماعه انسحاب ايه يا جماعه انت بتلعب واحد في المركز الثالث، الزمالك في المركز الثالث، انت في المركز الثاني. المفروض انت الاقوى، المفروض انت الاكثر استقرارا، المفروض انت ما عندكش مشاكل. المفروض النادي الاهلي ده دلوقتي مصنف من احسن الانديه الافريقيه. المفروض النادي الاهلي ده هيلعب كاس عالم للانديه. ازاي في كل الحاجات دي وهو عايز حكام اجانب؟ انا مش فاهمها لغايه دلوقتي والله. يعني انا لغايه دلوقتي في علامه استفهام وراء ان هو الاهلي يطلب حكام اجانب، ودي ما حصلتش يعني انا مش فاهم في حاجه. طب اولا دي مش مباراه مثلا على، ربنا يسلمك وتزيدنا الغالي، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك يا غالي. اولا المباراه مش على مباراه فيصل بين ان هو اللي هياخد الدوري، او المباراه مثلا بين ان هو خلاص في نقطه او اتنين فاللي هيحسم المباراه هو اللي ياخد الدوري. لا، انت بتلعب واحد من المركز الثالث، عنده مشاكل، عنده عدم استقرار في اللعيبه، عنده عايز يجدد لاعب يعتبر اللي هو معتمد عليه الفريق كله في الزمالك هو زيزو، مش قادر. في لخبطه في الزمالك، في جروبات كبيره في الزمالك. المفروض ده الاهلي يستغل الفرصه دي. الاهلي يستغل فرصه وجود عدم استقرار في النادي الاهلي، وبص تذبذب في الاداء، مشاكل كتير في اللعيبه، الاداره مش داعمه بلعيبه كويسه. يا جماعه بلاش تهريج ونهرج ونقول النادي الاهلي بكل قدراته. امال الفتره الاخيره الاعلام الرياضي كله 24 ساعه الاهلي